الديك الرومي وجماله في العزومات الكبيرة والعزومات الصغيرة، وكمان في الخطوبات وفي الأفراح وفي أعياد الميلاد وفي رأس السنة. كل سنة وانتوا طيبين. دي طبعا كانت صينية مطلوبة مننا في عزومة كبيرة، ديك رومي مع رز بسمتي، وبنجرنشه معاكم دلوقتي. وان شاء الله ان شاء الله هنزل لكم الفيديو كامل كله من اول للاخر باذن الله، فيديو كامل باذن الله. كمان كانوا طالبين معاه صيني سرفيس محاشي وممبار، محاشي مشكله وممبار، وبرده عملناها تشوفوه في اخر الفيديو ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الصينيه كانت تحفه، والناس شكرونا عليها جدا. الجرنشه مدخله فيها شرايح البرتقال، شرايح التفاح، الطماطم الشيري، الفلفل الالوان، الجزر. كمان الديك مستوي ما شاء الله حلو جدا. يعني الناس اتصلوا بيا وشكروني على التسوية وعلى الطعم وعلى الريحة وعلى كل حاجة. والرز معمول بطريقة المندي، فده كمان بيدي طعم خطير جدا في الأكل، وبيبقى خفيف قوي. الرز البسمتي لما بيتعمل بطريقة المندي بيبقى حلو جدا جدا. ألف هنا وشفا طبعا. كمان هنحط عليه بقى دلوقتي اللوز والزبيب زي ما هتشوفوا دلوقتي ان شاء الله. مطبخ مصرية مستعد معاكم لكل مناسباتكم، يعني افراح، اعياد ميلاد، خطوبات، نجاح ان شاء الله. كل الاعياد، كل المناسبات، انا مطبخ مصرية موجود معاكم، وبيعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. وطعم الاكل طبعا انتوا عارفينه يعني. الف هنا وشفا. كده خلاص في المرحلة الأخيرة بنحط الزبيب، هنحط اللوز بعد كده. وطبعا زي ما انتوا عارفين الزبيب واللوز بيتنقعوا في مية مغلية، وبعدين بيتشوحوا في زبدة بلدي، فبيبقى طعمه خطير ومقرمش وجميل. كده خلاص احنا في المرحلة النهائية. تمام كده خلصنا خلاص. وادي الصينية بعد ما خلصناها. على فكرة الصينية دي ممكن تكفي 10 12 فرد يعني، لان ما شاء الله الله اكبر كتير يعني. ومعاها طبعا محاشي مشكله وممبار، فطبعا تكفي الحمد لله حلوه قوي. ايه رايكم بقى؟ يا ريت اللي يعجبه الصينيه يعمل لي اشتراك ويفعل الجرس يا جماعه، ويعمل لي لايك حلو كده، واشكركم جدا. الف شكر لكم كلكم متابعين المحترمين جدا. وهوريكم دلوقتي الصينيه بتاعه المحاشي. تمام كده حلو قوي. ادي سرفيس المحاشي اهو، ممبار في النص، وكوسه وبتنجان، ورق عنب، فلفل، ولا اروع ولا اجمل. و... وادي الصينيه بتاعه الديك الرومي الجميله جدا الخطيره جدا. والف شكر.